50 غرزة سلسلة اللي انا اشتغلتها للحزام بتاع الصندل بتاعي. السلاسل بتاعتي كلها بشتغلها كلها غرز حشو لحد ما اوصل عند الطرف التاني هنا من الصندل، وهاجي قبل الغرزة اللي قبل الدبوس من هنا هبدأ ان انا اسيبها وهشتغل في الغرزة اللي فيها الدبوس غرزة حشو. طبعا هاخد تناقص من الجنب التاني لان الجنب التاني من هنا هو اللي هيكون ظاهر معايا، فلازم ان انا اخد فيه الميلة من هنا غير الحزام من هنا طبعا. فهبدأ ان انا اشتغل غرز حشو بدخل في كل غرزة من غرز السلسلة وبشتغل في كل غرزة غرزة حشو. بالشكل ده كده هندخل في كل غرزة ونشتغل غرزة حشو. وهو انا بدأت هنا بداية الصف بتاع الارتفاع بتاع الكعب من خلفي، هبدأ ان انا اشتغل في اول غرزة غرزة حشو عادي خالص، ما باخدش اي تناقص من ناحية الجنب ده، وببدأ ان انا ادخل في كل غرزة وبشتغل غرزة حشو. بشتغل الصف كله لحد ما اجي قبل الغرزة اللي فيها العلامة وببدأ ان انا اخد التناقص. هنشتغل اخر غرزتين اهم، دي الغرزة اللي قبل العلامة مش هشتغلها، هشتغل في الغرزة اللي كان فيها العلامة وهبدأ بعد كده اني اشيل العلامة لان هبدأ اركب التوكة بتاعة الصندل. دي الغرزة اللي قبل العلامة مش هشتغلها، هشتغل الغرزة اللي كان فيها العلامة بالشكل ده بغرزة حشو. اهي العلامة بتاعتي، طبعا بنشوف الجهة الخلفية من العلامة الجهة الأمامية. طبعا لما بشتغل في الجزء ده من العلامة ببدأ ان انا اطول الغرزة بالشكل ده واسحبها بالإبرة بتاعتي. ادي العلامة بتاعتنا اهي. هنبدأ اننا وهنشتغل باقي الصف بتاعنا، بندخل في الغرزة الأولانية بالشكل ده وبنبدأ نسحب الخيط بتاعنا وبنشتغل غرز حشو.